السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل سندوتشات الكبده الجميله التحفه دي. تابعوا الفيديو الاخر، متنسوش اللايك، ونصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس. اكل زمان في مطبخ ايمان، هتلاقوني على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، في كل حته تلاقوني. اهم حاجه تعملوا لايك وتعليق. هنبدأ بقى الفيديو. معايا نص كيلو كبدة متقطعة اللي هي شرايح العصافير دي. تمام. ومعايا هنا عصرت هنا 3 4 ليمونات. تمام. وبعدين معايا كمان في الطبق ده معلقتين كده توم، يعني عندك التوم اللي هو الصابح دوت هرسي 3 4 فصوص كده حلوين. ومعايا ملح وفلفل وشطة وكركم، سوري، شطة وبابريكا وكزبرة وكمون. تمام. حطيت بقى التوابل بقى كلها بالشكل ده واديها تقريبا كده حلوة. واحط كمان معلقتين خل. تمام. تمام. دي تتبيله بقى الكبده. هحطها بقى كلها على الكبده بالشكل ده. وما تنسيش اللايك، لو سبت لحد هنا لايك وتفعيل زر الجرس لو تفكركم، عشان لو انتوا نسيتوا. اديها بقى تقليبه كده واسيبها بقى في جنب لحد ما اقطع بقى ايه البصل الشرايح بالشكل الجميل ده. وكمان دي بصلايه شرايح، وكمان فلفلايه كده او فلفلتين تقريبا خضر، وفلفلايه كده احمرت قطعتها كمان ايه شرايح. انا ما عنديش طماطم بصراحه، لو كان عندي طماطم كنت قطعت الطماطم في شرايح. تمام. جبت بقى طاسه كده على النار او الوok على النار، واول بقى ما الزيت كده، ما حطيت زيت، واول ما الزيت بقى ما قدح رحت منزله الكبده بقى وتعمل الطرطشه الجميله بتاعتنا دي، عشان ايه ما تنزلش ميتها. وبعد شويه اروح موزعاها بالشكل ده عشان تاخد صدمه كده، وايه ما تنزلش الميه بتاعتها. وبعدها بشويه بعد ما خدت الصدمه بتاعتها انزل بايه بالبصلايه واديها تقليبه جميله كده بالشكل الجميل. ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان انزل بالفلفل الملون بتاعنا الجميل ده. تمام. واديها كمان تقليبه لحد ما تتشوح التشويحه الحلوه بالشكل ده بقى كده، تشكشك كده تشكشكتين بتاعتها، وسيبها بقى على النار. بص هي مش تاخد وقت، 15 دقايق كده وروح طافيه عليها. الكبده ما تاخدش وقت على النار عشان ما تجلدش. تمام. جبت بقى ايه الطحينه، وبعد ما جبت الطحينه حطيت عليها شويه، اللهم صل على النبي، توم. وبعدين حطيت فكتها كده بالميه السخنه. وبعد ما فكت نزلت بالملح والفلفل، وكمان اللهم صل على النبي بالخل. وحطيت شطة وحطيت كمون. عايزة تحطي اي حاجة تانية توابل اللي انت عايزاها حطيها براحتك، طحينتك وانت حرة فيها. وكمان نزلت بمعلقة من الزيت كده. هتقولي طب الطحينة سايحة، لا ما تقلقيش، هي سايبة شوية. هحطها في التلاجة على ما الكبدة ما تخلص. هتبص تلاقيها تقلت، شوفيها بس كده معايا. كبده كده خلاص خلصت. ومحضره بقى العيش، جايبه بقى عيش طازه صابح كده من الفرن، اللي هو فرن العيش اللي هو ببطاقه التموين، ربنا يحميها لنا ويخلي لنا بطاقه التموين. تمام. ورحت بقى شايفين الطحينه تقلت ازاي، ورحت بقى الرغيف دخلته جوه بعضه. تمام. ورحت بقى ايه بحط بقى ايه اللهم صل على النبي الكبده. تقولي وانت عماله تحنتفي عشان يقضي والنبي كان واحد ياخد سندوتشين كده ويتلكم ويشبع والحمد لله. وكده الغدا ايه خلص على خير. لا والله ما تقلقيش، والله الكبده يعني مليانه مليانه ما تقلقيش. المهم بقى واحط كمان كده معلقتين من الطحينه. ولو اتبقى طحينه بقى ايه رشي بقى جوه، زودي جوه السندوتشات زي ما انا عملت مش مشكله. عندك خيارتين كده حطيهم، قطعيهم طرنشات. شويه مخلي اللفت من اللي احنا عاملينه. قطعي حطيه جرجير بقى، لو كنت افتكرت الجرجير كنت جبت الجرجير. يلا نسينا. وكده وصلنا لاخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.